السلام عليكم، واش راكم بروكا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين ديال الدجاج معسل بالزبيب والبصله. اليوم غنشاركو معكم بالدجاج البلدي، ولكن تبعوا نفس الطريقه حتى بالنسبه للدجاج العادي. هذا الطبق معروف عندنا في المغرب. بسم الله على بركه الله. نبداو. عندي هنا الخرقوم، الثومه، سكينجبير، قليل من السمن الحار، القزبر الحبوب، وشويه من العطريه ديال الدجاج، واللب ديال حامض المصير اللي قطعته مزيان. كذلك عندي شويه ديال الابزار ابيض، ممكن تعويض الابزار الابزار الاسود. هنا عندي القزبر، والسر اللذة والهشاشة ديال هاد الطويجين، السر اللذة ديال الدجاج بصفة عامة الا بغيتو يجيكم هشيش، هو انكم تضيفوا الماء ديال الحامض ديال المصير. الماء اللي تكونوا مرقدين فيه المصير، تاخدوا شويه من داك الماء وغتضيفوه للشربوله ديالكم، كيجي داك الدجاج هشيش. مهم هاد الفكره خذوها تبقاو ديروها سواء في الدجاج المحمر او الدجاج، مهم الدجاج بصفه عامه. غادي نضيفو شويه ديال الماء باش نخلطوا هاد المكونات. ما غاديش نديرو نهائيا الزيت البلديه باش ديك الشرموله تخلينا مع الدجاج. ديما كنعطيكم هاد النصيحه من كنبغيو نرقدوا الدجاج سواء المحمر ولا هاد الطريقه ديال الدجاج، من كنبغيو نرقدوه ما كنديروش الزيت، لان الزيت كتمنع ديك العطريات تخلينا يتشرب هذاك الدجاج. غناخد دوك الطريفات ديال الدجاج كما قلت لكم في الاول د الفيديو، انا استعملت الدجاج البلدي. الا غتستعملوا الدجاج الرومي نفس الطريقه. من بعد ما شرملت داك الدجاج انا خليته ترقد واحد المده. هنا باش داك الدجاج البلدي يطيب ليا دغيا، غادي نوضعه في الكوكوط يطيب واحد نصف ساعه. كما كتعرفوا ان الدجاج البلدي كياخد الطياب، الا درتو في الطاجين مباشره غادي ياخد لي وقت طويل، ولكن الا درتو نتوما الدجاج العادي الدجاج الرومي ديروه مباشره في الطاجين. هنا انا غادي ندير معاه واحد كويس ديال الماء في الكوكوط، وغادي نخليه يطيب واحد نصف ساعة. كما قلت لكم الا درتو الدجاج الاخر العادي فمباشرة وضعوه في الطاجين.
خديت هنا طاجين فرشت ليه البصله ومطيشه باش غادي نتحصلوا على التغميره في التالي نلقاو فاش نغمسو. هنا داك الدجاج من بعد ما طاب ليا كما كتلاحظوا غادي نوضعو فوق ديك البصله والدجاج. هنا بالنسبه للدجاج راه ما طابليش، ما راهش طايب 100%، فقط درت له نصف ساعه. نتوما الا درتو الدجاج الاخر غتفرشوا البصله كما درت انا هنا في الطاجين وغادي تحطوه مباشره فوق البصله ومطيشه. غادي نوضع فوقو دوك المريقه. هنا خديت البصله اللي قطعتها على هذا الشكل، شكل اجنحه رقاقين، ضفت لها المعدنوس. ديروا المعدنوس وشويه د الملحه وشويه د القرفه. غادي تلاحظوا بانني ما درتش انا الملحه في الدجاج لانني درت فيه الحامض المصير. كذلك هنا ضفت شويه ديال الابزار في هذه البصله. كما قلت لكم غتلاحظوا انني ما درتش الملحه في الدجاج لانني درت فيه في الشرموله درت الحامض المصير. كذلك درت الماء ديال الحامض المصير باش ما يجيناش الدجاج مالح. بالنسبه للبصله راه درت فيه الملحه والمعدنوس والابزار والقرفه. ضروري القرفه. وديروا هاد الطريقه تبقاو تفتحوا ديك البصله بصباعكم باش تجي ديك البصله رقيقه ما تجيناش غليظه فوق الدجاج. صافي غادي نوضعوها بهاد الطريقه فوق الدجاج. بالنسبه لكميه البصله كتبقى على حسب عدد الافراد. دابا عاد غادي نضيف الزيت. انا درت هنا زيت البلديه، درت 3 د المعالق كبارين ديال الزيت البلديه. هنا عندي الزبيب من بعد ما غسلته غادي نوضعوه حتى هو فوق ديك البصله. كذلك البرقوق حتى هو غسلته غادي نستفو فوق البصله بهذه الطريقه. وغادي نغلقوا على الطاجين ونخليوه يطيب على نار مهيله، ومره مره نبقاو نهزو من ديك المريقه وكنوضعوها فوق البصله ونقدموه بالصحه والراحه. الطويجين ديالنا من بعد ما وجد هو هذا الصراحه كيجي غزال وكيجي لذيذ. وضيفوا داك المكون ديال الماء ديال الترقه ديال الحامض، الصراحه كيعطي واحد الهشاشه غزاله للدجاج. شكرا لكم والى وصفه مقبله.